اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. مرحبا بكم في مطبخ خالة القمر. ورجعنا بعد غياب ما نزلناش على القناة. ان شاء الله ما زيدوش نكرروا هاد الغيبة. جبت لكم هاد لي تارتولات موس الجوزية تجيو بزاف بنان. دركا لرمضان ولا لا تديوها في يديكم لحباباتكم ولا ترحبوا بها ضيوفكم، وصفة تحمر الوجه صح. الله يبارك، جات تحفة مع تايات ومكسرات، تقدموها تجي هايلة هايلة. تابعوا الوصفة، وقبل كل شيء ادعموني بالمتابعة تاعكم وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. نروحوا باش نحضروا وصفة تاع موس الجوزية. عندنا زوج بياض البيض بدرجة حرارة الغرفة، عندنا كاس تاع عسل مرجان ولا الدوب ولا الشي اللي كاين حتى اللي يحط لها عسل حرة يدير نص بنص. وما تزيدوا العسل اي اضافات. عندنا الجوز، وعندنا هذه الرشه تاع الملح. وقبل ما نطلعوا هذا البيض نحطوا هكا في كاسرول هذه العسل نحطوه نقصوا عليه ونخليوه حتى يوصل مرحلة الغليان. نكونوا ديجا طلعنا هاد البياض مع الرشة تاع الملح. نطلعوه مليح حتى يتكاتف ويولي قوام تاعو هكا متكاتف، وكيما تهبطي تدوري هذاك البول ما يسيح ما والو. هذه هي، شوفوا النتيجة هذا المنقار، شوفوا كيفاش. هذه هي النتيجة اللي نحوسوا عليها. من بعد شوفوا العسل كيما يوصل المرحله هذه الغليان ويولي هك فيه الفقاعات هذه، سي بون نطفيو عليه ونبداو نضيفو على هاد البيض. نبداو نضيفوه بشويه هكا ونخلطو حتى نكملو العسل كامل بهذه الطريقه هذه. كملنا العسل كامل. بصح نبقاو نبقاو ندورو هكا بالباتر حتى نحصلوا على موس مات. كنقول لكم هك القوام تاعها يجي خفيف، يجي لماع، يجي كي تدوروا هذاك البول ما ينزلش خلاص. وما من البول من العسل تلقاوه سخون. درك كي راني ندور هكا نلقاو البول هذاك زاد رجع الحراره تاعو، ما تنحت السخانه هذيك زاد برد هكا. شوفوا القوام هذا كيفاه متماسكه. شوفوا راني ندير فيها هكا وما حبش تنزل. هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه. شوفوا كيفاه حبش تتحرك كامل. هذه هي النتيجه. ومن بعد نحطوا لها شويه تاع الجوز، بصح ما نكتروش، نحطوا كميه. من بعد شوفوا كيفاش جاتها تلصق في المغرفه، ما حبش تنزل هكا. هذه هي النتيجه. كما قلت لكم نحط شويه تاع الجوز، ما نكترش بزاف. على واش راح نحطها في البوش وننزلها كون كيما لي فيغين تزي بالمغرفه عادي نورمال. بصح دركا مادام راح نحط في البوش ما لازمش ندير نكتر بزاف الجوز. من بعد كي نولي نهبط فيه ما يهبط ليش. من بعد راني نحط نحط سما في لي طارطولات هادو اللي رايحين نخدمو، نزيدو نزينوها بالجوز بالشكل هذا ونحطوها في الفريجيدار. دركا نروحو نخدمو العجينه تاع لي طارطولات. عندنا 125 غرام تاع صول ولا اي مارغرين عندك. عندي رشه تاع الملح، وعندي مغرفه كبيره تاع الماء، وعندي 3 مغارف كبار السكر عادي، وعندنا بيضه، عندنا هادو ليمون اللي نحطو فيهم نشكلو فيهم، وعندنا لافاني. شوفوا الطريقه الوصفه تاع الطارطولات انا ما نبدلهاش، يعني ديما نحطها هي. يعني خدمت من قبل ودرتها بكريم باتيسير، يعني خدمتها من قبل ودرك جاتني فكره هكا. وعلاه كريم جوزيه؟ كيما حنا نعرفوا الجوزيه كي نحطوها في لي فيغين لا موس هذيك ما نقدروا لهاش، حلوه بزاف، تجي حلوه مخدومه غير بالعسل. ايه جاتني فكره وعلاه ما نحطهاش مع هاد الطارطولات.
مع العجينه ما تكونش حلوه بزاف، مع هي حلوه وما ما نحطش بزاف. هكا زدنا حطينا رشه تاع الملح ومغرفه كبيره تاع الماء مع هذاك الزبده مارغرين والسكر، ودركا حطينا هذه البيضه كما قلت لكم. بالطريقه هذه نزيدو نحطو لافاني، بالطريقه هذه لافاني نحطوهم غير صغيره. كما قلت لكم بالطريقه هذه نقدروا ناكلوا اللاموس تاع لاموس جوزيه، نقدروا ناكلوها صافي. لي فيغين ما نقدروا لهاش تجي حلوه بزاف، نقدروش نكملوا. وهكا جاتني الفكره باه نحطها مع هاد لي طارت. لاباط نحطو الفاني حتى تجي الفرينه حتى تجينا طريه. وباش نقول لكم اللي يحبها يديرها نقولوا بالكاكاو، تجينا شوكولا لاباط، تجينا شوكولا نحطو زوج مغارف مع الاول كيما نحطو بياض البيض، نزيدو نحطو زوج مغارف كبار تاع الكاكاو البني. ومن بعد نبداو نحطو في نقولوا في الفرينه ونحطوها هكا ونخليوها ترتاح في كيس بلاستيكي ونحطوها ترتاح. جبنا هادو لي مول تاعنا اللي راح نشكلو فيهم، حطينا لهم بيان سور الزبده ولا دهناهم بالزبده وحطينا رشينا لهم الفرينه ونبداو نحطو هكا كميه. ولا كلقيناها ما كفاتناش نزيدو نضيفو. سهله يعني كلش ساهل بربي ان شاء الله. شوفوا كيما هكا نحاولوا كيفاه ما نديروهاش خشينه بزاف لاباط العجينه، نحاولوا كيفاه ما نديروهاش نرقوها هكا كيما راكم تشوفوا. نحاولوا كيفاه ما نديروهاش خشينه، راني نرقق فيها هكا. ونعدلو جهة الزاوية بعد تلقيها تما تلم العجينة، حاولوا تضغطوا تما وتخرجوا بالشكل هذا. ونخرجوا هذاك الزايد نعدلوها. الفينيسيون لازم تكون مليحة. ومن بعد نجيبو باه نتقبوها، نزيدو نتقبوها باه تحافظ لنا على الشكل تاعها، تبقى لنا هي هكا كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش ما حبيتش نكوبي لكم الفيديو، حبيت تشوفوني كيف نعدل الحبه هكا. كملناها ونجيبو هكا عود هكا رقيق ونبداو نتقبو فيها هكا تقيبات. هذه هي نزيدو هذه الدائره هذه مدوره، هذه وهذا المدور ونشكلو. هذه سهله، شو جايه مدوره كيما سهله بزاف. هذا الشكل مليح يجي باهي وسهل في الخدمه. شوفوا ما يتعبكمش خلاص. الاخرين هما اللي شويه مستطيلات شويه يديو الخدمه، ماشي كيما هذه دوري بيدك خرجي العجينه وخلاص. كيما قلت لكم هذه اللي يحب يديرها فاني كيما هكا فيها غير الفانيلا ما فيهاش الكاكاو يديرها بالطريقه هذه العجينه. واللي يحب يديرها شغل يديرها العجينه بالكاكاو تجيهم في المارون. هنا يحطوا كيما يحطوا البيضه هذيك يزيدوا يحطوا لها زوج مغارف كبار تاع كاكاو بني ماشي نوار بني، يجي ريحه الشوكولا فيه يجي مليح. ومن بعد يبدا يضيف الفرينه العجينه تجينا طريه. هذه بعد ما شكلناهم كامل وحطيناهم في الفريجيدار يزيدوا يرتاحوا واحد نص ساعه
ومن بعد نطيبوهم على درجة 180 درجة من تحت، ونزيدو نشعلو لهم من فوق شوية وخلاص. هذه هي، شوفوا كيفاش طابوا لنا. هادو هما اللي شكلناهم، شكلنا المستطيلات وشكلنا الدوائر هادو هكا. شوفوا كيفاش جايين خفاف، في متقرمشه هذيك مع لاموس، مع هي خفيفه وهما يتقرمشوا هايلين هايلين. وهذه هي، درك نبداو. لاموس تاعنا بعد ما كانت في الفريجيدار، شوفوا كيفاش حكمه روحها. وعندنا هذاك الجوز باه نحطوه من الفوق. جبت لكم هادو اللي باه للتزيين، هادو للتزيين، شغل تقدروا تحطوهم هكا، تحطوهم في دوك الطوال ولا بابي الومنيوم هكا. قصيتو بالشكل هذا باش نحط فيهم. وهذا هو، شوفوا انا واش جبت باش نشكل. نجيبوا الكاس هكا ونحطو فيه البوش باه يساعدنا، ونحطو نملاوها بهاد لاموس. فيديو راهو واضح يعني وسهله بربي ان شاء الله. بصح تحمر الوجه صح، تحطيها في الطابله هايله هايله. تديها معاك تفرحي حباباتك، تدي لهم حاجه هكاك يفرحوا بالوصفه هذه، البنه تاعها كلش. يعني انا جاتني لاموس تاع الجوزيه كي تحط هكا خير من لي فيغين. لي فيغين يجيو بزاف حلوين، وكي زيد ديريهم كبار مهما تصغري في لي فيغين ما كاينش حاجه صغيره بزاف، تجي بزاف حلوه. اما لا كي تخلط هكا تجي. شوفوا كيفاش جات ما شاء الله، حاجه جديده، حاجه باهيه. ما قلت لكم مع لاتاي مع مكسرات هي تتماشى مع هادو. كما قلت لكم كون حطيت بزاف لداخل في لاموس، حطيت لها هاد الجوز، تلقيها شغل ما يتهبطليش الكريمه. وتحبوا تحطوا من فوق كتروا كيما تحبوا تزيين. كيما قلت لكم تحبوا تحطوها هكا، تحبوا ديروا لها هك بالشكل هذا. وانا في الاخير عجبتني الومنيوم، جاني بزاف، زاد دلها واحد الشارم هكا، زاد دلها واحد البهاء هايل. متعوده طاغطولات، كون تشوفوا فيديو من قبل درت لكم طاغطولات ودرتها بالكريم باتيسير وبلي فروي هكا. كي شوفوا كي حطيت الكريمه وبديت نحط لها في الالومنيوم، نخاف نقيس الكريمه هذيك. اما لا، شوفوا لكن حبيتوا ديروها هكا في الالومنيوم، هذا ورق الالومنيوم، ديروا لها هكا شكلوها ومن بعد حطوا الكريمه تاعكم. جيبوا البوش تاعكم وشكلوا هكا. هكا تجي ما تقيسوش حنا باه نحافظوا على الشكل، باه نحافظوا الشكل يبقى لنا هو هو. تحطوا فوقه المكسرات الشي اللي عندكم هكا. جاو تحفة ما شاء الله والله. كيما هذا شوفوا، تحبوا تحطوها هكا تجيكم سهلة، تحطوها في الصحن ولا تكملوها هك الومنيوم وزيدوا تشكلوا. هذه في يديكم، ميم الومنيوم سهلة كم تشوفوا فيها سهلة يعني، تقيسوه برك يتشكل. هذه هي الوصفة تاع اليوم، وهذه هي. واش رايكم في هاد لابواط
تحفة ما شاء الله، هايلة هايلة. شوفوا كيفاش لا كريم كيفاه واقفة، الشكل كيفاه. هاهي تدي لابواط هادي انا ديتها لحبيبتي، شبعت فرحة، على بالي تحب ماكلتي وتحب حوايج تاعي، ديتها لها هكا شبعت فرحة. شوفوا كيفاش جات. وعندنا هذا، شوفوا هذا المول اللي عندي الثاني طيبت فيه. انا درتها هذه شوكولا، هذه لاباط كيما قلت لكم، حطيت لها الكاكاو ودرتها صغيره. شوفوا هذه كيفاه تاني، هذه تاني ديتها لوحده حبيبتي هكا حاجه صغيره تاكل، جات تحفه. شوفوا كيفاه في هذا المول خدمتها، درت لها الكاكاو، وشوفوا كيفاه حطيت لها هكا البريون، حطيت لها مكسرات من فوق، حطيت لها هذيك الورقه البيضاء، جات هايله. وانتم لكم الاختيار، راني نعت لكم وانتم كيما تحبوا. وهذه هي القعدة مع حباباتي. شوفوا كيفاش راهي هايلة هايلة جات هاد الوصفة. شوفوا كيف جات باهية في نص الطابلة، فرحوا بيها وعجبتهم بزاف بزاف. كما قلت لكم حطوها مع تايات، حطوها مع مكسرات. تاني لاموس مع هي حلوة وحاجة قليلة يقدروا ياكلوها، ماشي حاجه كبيره بزاف، حاجه بزاف فيها بزاف. وهذا تاني شوفوا الشكل تاعو تاني كيفاش جا هايل هايل. ودمتم في رعايه الله وحفظه، بسلامه حبيباتي.